السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم الحريره اللي كتجي زوينه بزاف بزاف. الحريره ديالي لا يعلى عليها، اللي ذاقها عندي كيطلب لي المقادير، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وندوزو نشوفوا المقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا الخضره، راني كنديرها بالخضره، كتجي رائعه وزوينه بزاف بزاف. عندي حبه ديال الخيزو، حبه ديال القرعه خضراء، عندي مطيشه بواحد الكميه زوينه، حيت مطيشه، حيت الحريره كتبغي مطيشه، جوج حبات ديال البطاطا، وعندي حبه ديال البصله، وعندي عظيمات اولا شويه ديال اللحم اللي متوفر عندكم. هنايا عندي كلشي نقي، كلشي منقي، ما غادي نقطع حتى شي حاجه، كلشي غادي نردو يطيب هكذاك صحيح. غادي نحط الخضره ديالي في الكوكوط كلها هكذا كيف كتشوفوا، حتى حاجه ما غنحكها، حتى حاجه ما غادي نقطعها. جربوا هاد الحريره ديالي، راه كتجي رائعه، غادي تعجبكم بزاف بزاف، وكتجي خفيفه بهاد الخضره، كتجي خفيفه ما كتهزليناش الدقيق بزاف. من بعد ما ضفت الخضره كامله، هنايا عندي شويه ديال الحمص، الكميه اللي بغيتو، نقيتو مزيان فركتو، حيدتو القشره، بغيتو تخليوها خليوها. من بعد غادي نضيف حزمه ديال الكرافس، وهنايا عندي المعدنوس مقطع رقيق. القزبور غنخليه حتى للتالي، ما كنديروش في الاول. من بعد غنضيف الملحه حسب الذوق، عندي شويه ديال سكينجبير وشويه ديال الابزار. العطريه كتبقى حسب الذوق والكميه، راكو عارفين شحال. شويه ديال الابزار، عندي هنايا القزبور مدقوق، عندي واحد المعلقه صغيره، وعندي هنا معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره الراس المعلقه، وعندي هنايا معلقه ديال السمن اولا معلقه ديال الزبده، معلقه صغيره، شويه ديال الزيت البلديه. وهنايا ضفت المقادير ديالي كلهم، غادي نضيف عليهم الماء طايب، وغادي نخليها نسد عليها، وغنخليها طيب على نار متوسطه. غادي نخليها طيب واحد نص ساعه راه واجده. هنايا غادي نوجد الدقيق باش غيذوب ويطلق على خاطرو، ديما وجدوه من قبل من الاحسن. غنضيف هنا واحد جوج معالق كبار، وغنخلطهم مزيان وغنخليهم جانبا. مطيشه د الحك هي غادي نوجدها، غنطلقها في شويه ديال الماء، غندير الكميه اللي غتكفيني، وغنخليها حتى هي جانبا. وبالنسبه للعدس، انا راني مفزقاها من قبل، ما غنضيفهاش دابا، حتى غادي ندور عاد غنلوح العدس مع الطحين. هنايا عندي القزبور مدقوق مع دوك العويدات ديالو، حتى هما غندقهم مزيان، وغنديرهم شويه ديال الشعريه اللي غسلتها حتى هي. كلشي وجدته على اتساع. ودابا الحريره ديالي بعد ما طابت، حليت عليها، حيدت لها الخضره كامله، حطيتها في واحد الاناء، وغادي نبقى نهرسها بالمعلقه باش غتبرد ليا وما تخسرش ليا الكاس ديال العصير، حيت هاد الخضره كلها غنطحنوها في الكاس ديال العصير. هنايا غنخليوها تبرد شويه وعاد غنطحنوها. صافي، هنايا غادي نطحن الخضره ديالي مزيان مزيان، ومن بعد غندوز باش نصفيها. ضروري نصفيوها باش نحيدو داك القشور ديال المطيشه وديك الزريعه، كلشي غادي يبقى في الصفايه. راه كتجي زوينه هاد الحريره، نتوما كتشوفوا الخضره كيف خاتره. هنايا صفيتها، غنحيد هاد الزريعه وهاد الشيء اللي غيبقى ليا في الصفايه. هنايا الحريره كتجي زوينه كيف قلت لكم، مع الخضره عندي هنايا كثيره وثقيله، ما غتاخذ لياش الدقيق بزاف. غنضيفها على الحريره، راه كتجي خاتره وزوينه، ما كتهز ليناش الطحين، وكتجي خفيفه ملي كنشربوها، ما كتثقلش علينا. هنا غنضيف شويه ديال العدس اللي عندي مرطب من قبل، كنضيفها في الاخر باش ما كتحلش ليا وكتجلد.
كتبقى هكذاك صحيحه، راه كتجي زوينه. من بعد ما درت العدس غادي نصفي الدقيق حتى هو غنصفيه. ايوا صافي غادي نخلط هادشي مزيان، وغنرجع الكوكوط ديالي على العافيه على نار متوسطه، وهي كطيب بشويه بشويه. نخليوها تغلي مزيان مزيان حتى تحيد ليها ديك الكشكوشه ديال الدقيق ما تبقاش، حيت الا بقات ديك الكشكوشه الحريره كتجي ثقيله شويه وكتجي باسله. داك الدقيق خصو يطيب مزيان. من بعد ما طاب ليا الدقيق مزيان غنضيف مطيشه د الحك، وانا كنخلط مره مره ورد عليها البال. ومن بعد غادي نضيف الشعريه اللي راني غاسلاها من قبل، ضروري نغسلوها. غنخلط شويه تلقها مزيان في الحريره، وغادي نخليها كطيب واحد 5 دقائق صافي. بعد ما كطيب ليا الشعريه صافي كنضيف في الاخير كميه ديال القزبور، واحد الحزيمه صغيره ماشي بزاف. غادي ندقها مزيان مزيان، غندقها مزيان بديك القراده ديال الربيع، وغادي نضيفها في اخر دقيقه فاش نبغي نطفي الحريره. بعد ما ضفت القزبور كيف كتشوفوا غادي نخلط غير واحد دقيقه اولا 2 دقائق صافي، وغنطفي على الحريره ديالي وها هي واجده. من بعد ما طفيت عليها غنخليها ترتاح واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه، عاد كنحلو عليها ونقدموها. ها هي الحريره ديالي واجده كيف كتشوفوا. غادي نصبها معكم في الزليفه باش تشوفوا القوام ديالها، كتجي رائعه وخفيفه ما ثقيلاش. شربوها بالصحه والراحه وجربوها لوليداتكم، راه ما غاديش تندموا عليها، راه غتجي بنينه بالخضره وخفيفه. واخا تشربوا منها 2 زليفات ولا 3 راه ما غدير لكم حتى شي حاجه، ما غتثقلش عليكم. كتجي خفيفه ما فيهاش طحين بزاف، فيها غير الخضره. وهكا كتجي الحريره ديالي كيف كتشوفوا زوينه بزاف بزاف. كنتمنى تجربوها وتعجبكم، وما تنساونيش في اللايكات ديالكم، كومونتير زوين من عندكم، وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله. بسلام عليكم.